نحمده ونصلي على رسوله الكريم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. معالي الوفد الموقر لمنظمة التعاون الإسلامي، العلماء الأفاضل وأصحاب الكرم والعطاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم ترحيبا حارا في وطننا الغالي أفغانستان. أهلا وسهلا ومرحبا. أصحاب المعالي، الشعب الأفغاني يثمن جهودكم التي بذلتموها وتبذلونها امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى في سبيل التعاون والتعاضد والتكاتف بين المسلمين في مناطق مختلفة من العالم الإسلامي. فلقد كان لكم الموقف الجريء أمام العدوان السوفيتي على الشعب الأفغاني المسلم المجاهد. ففي يناير عام 1980 الميلادي تبنى وزراء خارجية 34 دولة في منظمة التعاون الإسلامي قرارا يطالب بالانسحاب الفوري والعاجل والغير المشروط للقوات السوفيتية. هذا الموقف التاريخي ستعتز به أجيالنا القادمة، وسيتذكرونها وسيشكرونها على مر الأزمان والعصور. أيها السادة، أفغانستان الأبية التي كان لأبنائها دورا هاما في نشر الحضارة الإسلامية وانتصار المظلومين والدفاع عن حوزة الدين ومد يد العون للمسلمين في مختلف الأقطار الإسلامية وخاصة في شبه القارة الهندية. هذا البلد الأبي الشهم وهذا الشعب المجاهد تعرض بين فينة وأخرى للعدوانات الخارجية الغاشمة السافرة. فخلال قرن واحد حاول كل من الإنجليز والسوفيت وأمريكا احتلال أفغانستان. وبعد أحداث 11 من سبتمبر والتي لم يكن للأفغان أي تورط فيها، جن جنون أمريكا فأعلن رئيسها جورج الإبن حربا صليبية مهددا للعالم إما معنا أو مع الإرهاب على حسب تعبيره. للأسف الشديد لم نشاهد التعاون الذي تلقيناه من إخواننا المسلمين إبان الاحتلال الشيوعي، فبقي الشعب الأفغاني وحده في الحرب المفروضة عليه، لكنه لم يستكن ولم يستسلم ولم يلن، بل صار يدافع عن عقيدته وأرضه وعرضه. فواجهت أمريكا المقاومة الجهادية الأفغانية الشرسة، فانكسرت شوكتها وتقازمت غطرستها وفشلت مؤامراتها واضمحلت أطماعها وانقلبت خاسئة خاسرة مهزومة تجر أزيال الخزي والعار. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. معالي نائب منظمة التعاون الإسلامي، الإمارة الإسلامية وخاصة وزارة التعليم وزارة المعارف لا تنكر قيمة العلم وأهميته ومكانته كما تفضل معالي الوزير حفظه الله. وأفغانستان ما أدراكم ما أفغانستان الجريحة الكئيبة التي أنهكتها الحروب والنزاعات وأثخنتها الجراحات تلو الجراحات، فالبنى التحتية مدمرة والأكثر من المواطنين يعيشون تحت خط الفقر. ولا زال الشعب الأفغاني يقاسي ويعاني الآثار المدمرة الكارثية التي خلفها الاحتلال الأمريكي الغاشم. فعلى سبيل المثال في مجال التعليم
لا توجد هناك أبنية للمدارس في كثير من المناطق حتى للذكور، ولا رعاية صحية للطلاب، لكنهم رغم ذلك يواصلون دروسهم تحت أديم السماء في خيام لا تقيهم الحر والقر. في خيام نحن رأيناها بأم أعيننا، هم يدرسون في خيام تحت أديم السماء لا تقيهم الحر والقر. لقد تضررت المنظومة التعليمية كأي منظومات أخرى بسبب الحروب المستمرة والاحتلالات الأجنبية. هنا قصفت المدارس، هنا سفكت دماء المعلمين والتلاميذ. وما مجزرة مدرسة قندوز منكم ببعيدة، لعلكم سمعتم بها في الإعلام. بعد الفتح واستتباب الأمن والاستقرار في البلاد لم تجلس وزارة المعارف مكتوفة الأيدي أمام هذه المشاكل، بل واصلت جهودها لإصلاح المنظومة التعليمية وتقديم خدمات تعليمية للشعب الأفغاني في كافة أنحاء البلد، بما في ذلك المناطق النائية التي كانت محرومة طيلة العقود الماضية بسبب الحروب وانعدام الأمن. والحمد لله لهذه الوزارة لها مكاسب وإحرازات عديدة. أنا أذكر على سبيل المثال للحصر، قامت هذه الوزارة بإنشاء كتاتيب قرآنية ومدارس ابتدائية في المناطق النائية التي كانت محرومة عن الخدمات التعليمية. وللعلم نحيطكم علما أن أمير المؤمنين الشيخ هبة الله أخنزادة حفظه الله ورعاه وحقق ما تمناه، هو منح وزارة المعارف 100,000 وظائف شاغرة للمعلمين والمدرسين، وهذه خطوة تاريخية فريدة في تاريخ أفغانستان. يعني حتى طيلة الأعوام 20 الماضية، عندما كانت الدعم والمساعدات الإقليمية والدولية كانت مع حكومة أفغانستان الجمهورية، لكنهم لم يمنحوا في عام واحد 100,000 وظائف شاغرة لوزارة التعليم. ولكن الحمد لله الإمارة الإسلامية وخاصة الشيخ أمير المؤمنين حفظه الله ومنح وزارة التعليم 100,000 وظائف شاغرة. والحمد لله نحن الآن نوظف المعلمين من كافة أنحاء البلد في هذه الوظائف الشاغرة. ثانيا، إنشاء عشرات المدارس بدعم من المؤسسات المساعدة. ثالثا، تخصيص ميزانية لترميم وإعادة بناء مدارس في مختلف الولايات. يعني لعلكم على علم أن أفغانستان يعني تواجه أزمات اقتصادية، ومع ذلك خصصت ميزانية لترميم وإعادة بناء المدارس. وكذلك لهذه الوزارة جهود مستميتة لضمان جودة التعليم، وقد أحرزت الإمارة الإسلامية مكاسب عديدة في هذا المجال ولله الحمد. يعني أفغانستان تواجه في مجال التعليم أزمتين، مشكلتين. أحد هذه المشكلتين هو يعني أن التعليم، أن كثير من المناطق هي محرومة من التعليم، وثانيها أننا حتى في العاصمة نعاني من خفض جودة التعليم. والحمد لله وزارة المعارف لها جهود مستميتة لضمان جودة التعليم. خامسا، توزيع 26.2 مليون كتابا على الطلاب في ولايات مختلفة. وكذلك تمت عملية الإشراف التربوي على 16,000 مدرسة في مختلف الولايات. وكذلك في العام الماضي أعلنت الإمارة الإسلامية 20,000 وظائف شاغرة، وقامت بتوظيف المعلمين فيها عن طريق المنافسة الحرة. كذلك تم جذب 1,200,056 طالب جديد، بما فيهم 500,056 طالبة تم جذبهم
في العام الماضي في التعليم. تم توضيع 100,043 قطعة من شهادات الثانوية خلال عام واحد فقط. يعني شهادات الثانوية كانت معطلة ولم تتم توزيعها على الطلاب منذ 5 سنوات، والحمد لله الإمارة الإسلامية وزارة المعارف قامت بتسريع هذه الخدمات التعليمية. قدمتها وزارة المعارف رغم التحديات التي تواجهها من شح الموارد وانقطاع الدعم الذي كانت الوزارة تتمتع بها وتتلقاها إبان الاحتلال الأمريكي. الآن يعني نحن محرومون من هذا. وزارة التربية والتعليم ستسعى جاهدة في سبيل نشر التعليم وتيسيره، وتريد من العالم وخاصة الدول الإسلامية أن تقدم لها يد العون في هذه المهمة الإنسانية المباركة، وإن وفرت لها الإمكانيات اللازمة ستكون لها مكاسب كبيرة في مجال نشر التعليم بعون الله. آتي إلى المسألة المهمة التي ذكرت في هذه الجلسة. كانت المرأة مضطهدة أيام الاحتلال الأمريكي، كانت محرومة عن حقوقها الأساسية، لم تكن لها حق الحياة، كانت المنازل تداهم وتقصف وتدمر، كانت النساء ترمل وتثكل. وأما بعد الفتح فقد أعيد للمرأة كرامتها وتمتعت بحقوقها التي منحتها الشريعة الإسلامية. وقد أصدر أمير المؤمنين الشيخ هبة الله أخنزادة حفظه الله ورعاه وحقق ما تمناه مرسوما لتعزيز حقوق المرأة في المجتمع الأفغاني. وأما قضية تعليم المرأة وإلحاقها بالرجل فقد كانت قضية مثيرة للجدل بين أوساط علماء الإسلام خلال القرون الماضية في مختلف الأقطار الإسلامية، وكما تعلمون أن هذه قضية مستجدة. أنا نقلت عبارة واحدة، كلمة لعلامة الطاهر بن عاشور في كتابه أليس الصبح بقريب حول تعليم المرأة. هو يقول: كانت الأمم التي دخلت في الإسلام مقتصرة في العناية بالتعليم على صنف الذكور دون الإناث، من حيث وجدوا حالة سائدة على معظم الأمم هي حالة اقتصار المرأة من تلقاء نفسها على تدبير المنزل وتربية الأبناء، لا ترضى بأن تفارق ذلك، لأن الدخول فيما يجاوز ذلك يصرفها عن الاهتمام بحالة أولادها وبيتها ويرهق قواها فيما تتطلبه حالة الرجل من حماية العائلة والانضمام إلى حماة الحي والقبيلة من اعتداء المعتدين على عائلاتهم وأموالهم. ويضيف قائلا: فقنعت النساء بتلقي نظام الحياة من أمهاتهن وكبيراتهن، وبتلقي واجبات الديانة من آبائهن وإخوانهن ثم من أزواجهن. وكذلك كان توجيه الموجهين من أهل الرأي في المسلمين. ويقول الشيخ الطاهر بن عاشور: ناهيك بأن المعري وهو المعروف بخلع التقاليد المألوفة يقول في شأن المرأة: علموهن غزل والردن وخلوا الكتابة والقراءة، وصلاة الفتاة بالحمد والإخلاص تجزئ عن يونس وبراءة. شواهد التاريخ دلت على أنه لم يوجد في تاريخ البشر قبل القرن الثالث عشر الهجري أمة حاولت إلحاق المرأة بالرجل في المعارف. هذا قول الشيخ ابن عاشور. ولا قبل القرن الرابع عشر إلحاقها به في التكاليف الاجتماعية. لم توجد أمة حاولت إلحاق المرأة بالرجل في التكاليف الاجتماعية. فكان تعليم النساء لا يجاوز تلقينهن القرآن الكريم وفقه العبادات والمعاشرة وأنواعها من الأدب والأخلاق والكتابة، وذلك قصارى تعليم المرأة من أول ظهور الإسلام. يقول الشيخ: وفي مطالعة أحوال النساء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ما يقنع من وصف تلك الحالة، ثم التدريب على قوام المنزل. انتهى كلامه رحمه الله. فأفغانستان لا تختلف عن الدول الإسلامية الأخرى. يعني نحن لو تصفحنا تاريخ الشبه القارة الهندية فكانت هناك أيضا صراعات ونزاعات بين العلماء حول قضية تعليم المرأة، وخاصة في هذه الفترة، فترة ما بعد الحرب.
أفغانستان خرجت في الآونة الأخيرة من الحرب. بعض أهل العلم لهم رأي في منع المرأة من إلحاقها بالرجل في المعارك. يعني قال الشيخ بأننا لا نخالف تعليم المرأة، لكن بأن يكون الرجل والمرأة متساويين في هذا الحق. فبعض أهل العلم لهم رأي في هذا الأمر، وذلك لما رأوا ويرونها من نتائج نظام التعليم الغربي الكارثية حتى في يعني البلاد الإسلامية، من هدم للأسرة وضياع للأخلاق وخدش للحياة وانتهاك للقيم والتقاليد. علماءنا الأكارم، يجب أن نحيطكم علما بأن سلسلة تعليم الفتيات إلى الصف السادس لا زالت مستمرة في كافة أنحاء البلد، والنساء يعملن في القطاع التعليمي والصحي وفق ضوابط الشريعة الإسلامية. وكما تفضل معالي الوزير حفظه الله بأن قادة الإمارة الإسلامية صرحوا مرارا وتكرارا في مختلف المناسبات بأن العمل جار لتهيئة بيئة وجو مناسبين. وقد استمعنا بصدور رحبة مقترحاتكم ونصائحكم وتوجيهاتكم التي تفضلتم بها، وسنسعى بكل ما في وسعنا إن شاء الله لحل المشاكل في مجال التعليم، وبعون الله سننتصر على المشاكل والصعوبات التي نواجهها في المجال التعليمي. وشكرا لاستماعكم. السلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيكم.